السلام عليكم. اليوم نخرج لكم من الوصفات الصحيه وغادي نديروا هذه الكيكه هذه على شكل ديال الرخام اللي تتجي لذيذه وصراحه واخا ما دقتهاش المهم عجبت مالي للدار. غادي ناخذوا الخلاط وغادي ندير فيه 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده وساشي ديال الفاني وكاس ديال الزيت، ونطحن كلشي مزيان. الكيكه ديالتنا العاديه اللي المعتمده عندكم غادي نطحنوها. من بعد ما كنطحنها غادي نضيف ليها واحد الحبه ديال البنان، وغادي نضيف كاس ديال الماء تقريبا سخون فايت دافي شويه، وطحنت كل شيء مزيان. بعد فرغته في واحد الاناء وضفت كاس ديال الدقيق مع 2 ساشي ديال الخميره الكيماويه. خلطت الخليط مزيان وزدت كاس اخر ديال الدقيق، عيني ميزاني، ولكن خدت معايا 2 الكيسان تقريبا، واحد معلقه اولا 2 معالق كبار ديال الدقيق فوق 2 كيسان. وهنايا ضفت الكركاع. من بعد ما كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان، الكركاع مهرمش اولا اللوز اولا اللي بغيتو كتعطي واحد القرمشه زوينه. هنا خديت الشوكولاط اللي ذوبته وضفت ليه كميه ديال الخليط كما كتشوفوا حتى عمرت الزلاقه، وغنخلط كل شيء مزيان. ممكن ديروا شوكولاط بودر، ولكن انا صراحه تيعجبني نديرها بالشوكولاط هكا اللي كيكون مذوب تيجي احسن. خديت المول اللي دهنته بطبيعه الحال بالزبده وبديت كندير الخليط. كل مره كندير شويه من الخليط الابيض اولا ومن الخليط ديال الشوكولاط حتى كنكملها كامله وكنسوسها هكا مزيان، وكنموجوها بهذا الشكل وندخلوها الفران.